لحد امتى؟ عندي سؤال والله، لحد امتى هنفضل نخاف من المسؤول اكتر ما بنخاف من ربنا؟ لحد امتى هنفضل ندور على رضا المسؤول اكتر من رضا ربنا؟ انا مستغربه والله اللي بيحصل في الهضبه، اللي بيحصل في اهم اثار الدنيا ده جريمه مكتمله الاركان. احنا ابتدينا ننتبه انه مش بس التطوير المزعوم بتاع انه كله تمام، لا مفيش حاجه كله تمام، كله زي ما هو. وابتدينا ننتبه للحفلات اللي بتتعمل ليليه كل يوم، او خلينا نقول مرتين في الاسبوع، في حفلات مسارح بتتبني ومسارح بتتكسر. وانا صورت ووريتكم اطنان الزباله اللي موجوده، والنهارده الزباله اختفت عشان باشمهندس نجيب كان هنا. كله تمام يا فندم، تعال شوف مفيش زباله. هو شاف الفيديو، بس هو احنا دلوقتي عايزين نقول له ايه؟ لا لا مفيش زباله، ده الدنيا جميله. بس عموما انا طلعت عند الهرم، عند المطعم فوق، وصورت ان في حفله جديده بتتعمل بدق وخبط ورزع، وهنزل لكم الفيديوهات. الاصعب من ده كله الميه المستهلكه، الميه، البيارات، المطاعم، التواليتات. ناس بتؤكد ان مفيش بيارات بتتنشر ولا حاجه، وانه الميه دي بتتصرف وبتمشي في جسم الهضبه. يعني احنا كمان كم سنه، كم عشرات السنين ممكن الهضبه دي لا قدر الله تتصدع ونفقد اهم اثار الدنيا. انا مش عارفه ده لمصلحه مين يا باشمهندس نجيب. انا بأناشد فيك الانسان الوطني، انت مش محتاج فلوس، انت مش محتاج فلوس على حساب الوطن يا فندم. لو زي ما احنا سمعنا وزي ما احنا شايفين كل يوم حفلات وخبط ورزع وصوت المزيكا العالي جدا، هل ده ما بيعملش الذبذبات دي؟ ما بتأثرش على الهضبة؟ طب حاجة تانية، حضرتك بتتكلم في اتوبيسات صديقة للبيئة، هل دي اتوبيسات صديقة للبيئة؟ ارجوك صور حضرتك زميلي، صور فين صديقة للبيئة. الاربع او الست اتوبيسات الصفر بتوع باشمهندس نجيب محطوطين فوق، وانا صورتهم وواقفين. الجمال اهي، الجمال والخيراتية والبياعين، كل شيء زي ما هو، فيما عدا فقط حرمنا احنا والسائح من رحله ممتعه هادئه باتوبيساته بمتعلقاته، وما فيش ورانا غير اننا ننزل ونطلع ونتبهدل. وامبارح كانت في واحده كاتبه ان في بنت صغيره وقعت في الاتوبيس ونزفت، ومامتها اضطرت انها تلغي الرحله وتروح. عموما المشاكل كتير قوي هنتكلم فيها تباعا.